دلوقتي الساعة 4:40 فجرا. بس يا سيدي، دي حكايتي لما اتزنقت واشتغلت شغلانه ما اعرفش عنها اي حاجه خالص. ازيك؟ بعد ما خلصت جيش على طول كالعاده قعدنا نعمل السي في بتاعنا وقعدنا ندور على شغل كتير قوي ونبعت لناس وشركات كتير قوي ومفيش رد في اي حاجه، لحد ما بالصدفه لقيت قدامي كده كورس كان بيتكلم عن اللايت كارنت وكان بيتكلم عن سيس تي في، كاميرات المراقبه والفاير الارم سيستمز والسيس تي في، وازاي توصل الكاميرات المراقبه والدي في ار والان في ار وحاجات كده ليها علاقه باللايت كارنت عموما يعني. فاخدت الكورس ده وخلصته الحمد لله وحدثت السي في بتاعي وحطيت ان انا راجل فاهم في الفاير الارم وفي سيس تي في، لحد ما لقيت شركه في مدينه نصر مش هينفع نذكر اسمها كانوا طالبين اي تي سبيشاليست. فطبعا انا بعت زي اي حد بيبعت، والحمد لله بعدها بيومين لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي احنا هنعمل معاك انترفيو. فرحت جدا قلت الحمد لله كويس. سافرت ورحت حضرت الانترفيو، الحمد لله كان انترفيو كويس، واتكلمت مع المدير واتكلمت مع الاتش ار واتكلمت مع الاي تي سبيشاليست اللي هناك، والدنيا كانت تمام وكله على العال، وكل ده وانا حاطط في دماغي ايه ان انا هشتغل ايه اي تي سبيشاليست عادي جدا. لحد ما بالصدفه قال لي انت مكتوب في السي في بتاعك ان انت فاهم في سيس تي في وفي الفاير الارم. قلت له اه. قال لي حلو، احنا عندنا مشروع في العاصمه الاداريه في الحته بتاعت الابراج المشهوره، الابراج الصينيه الكبيره قوي دي، اللي هو اللي هناك فيه البرج الايقوني الكبير قوي ده. فهم هناك ماسكين يعني كام برج كده هناك بيعملوا نظام السيس تي في والفاير الارم اللي هناك كله، فاحنا عايزينك بقى تشتغل هناك في المشروع اللي هناك ده. انا قعدت افكر في الموضوع، انا ايه اللي جابني هنا؟ انا راجل بتاع اي تي، بتاع سويتشات وراوترات وهيلب ديسك ونتورك وسيستم وام سي اس اي وويندوز سيرفر ولينكس، انا مالي بالحاجات دي كلها. بس ساعتها ما اعرفش ليه جه في بالي او قلت لنفسي ما تجرب، مش يمكن ربنا يفتح لك او تبقى دي سكه تانية كده ليك، محدش عارف. كنت ساعتها بصراحه في قمه التوهان وفي قمه الحيره، وكنت نوعا ما حاسس ان انا يعني مش في احسن حالاتي، يعني كنت تحت قوي نفسيا وعصبيا وجسديا وكل حاجه، خصوصا كمان انا خارج من الجيش، فكنت خارج كده يعني ايه يا دوبك ملصم نفسي عشان اعرف اكمل الدنيا بعد كده، شوف الدنيا بقى بتقول ايه في الاخر. المهم الحمد لله سافرت ورحت، كان يوم عمري ما هنساه يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الساعة 4:40 فجرا. هنام الساعة 1:30 أو 2، وصاحي الساعة 4:10. المفروض النهاردة أول يوم شغل ليا في شركة مهندس كهرباء سبيشالي ان الفاير الارم. فأتمنى يعني يحصل حاجة. حاسس ان انا متمرمط شوية، وحاسس ان انا يعني افتكرت ايام الجيش الصراحة، وافتكرت بالذات ايام ما تروح، لاني كنت بمشي في نفس الوقت ده كده لوحدي في الشارع. انما المرة دي للأسف هو باختياري، فأنا ما ينفعش أتعامل بالعقلية دي في الفترة اللي جاية دي إن شاء الله. جوايا اتنين، واحد أكيد قلقان وخايف ومرتبك وعايز يروح بيتهم وينام، طز في الدنيا هتطز في الشغلانة، وأنا إيه اللي خلاني أعمل في نفسي كده، وليه أتغرب وأشقى وبتاع. واحد تاني حاسس بأمل، حاسس إن في حماس، في تجربة جديدة، في فكرة من الأفكار ممكن ياخدها من الناس، ممكن يشوف ناس غريبة، يعيش في أماكن جديدة، يجرب حاجات جديدة يعني. نسأل الله التوفيق في الفترة اللي جاية، أيا كانت ساعة حتى جديدة، كانت يوم جديد، كانت شهر جديد، كانت سنة جديدة، كانت 6 شهور جداد، أيا كان، وأعمل أي حاجة صح في حياتي الفترة اللي جاية إن شاء الله يعني، وأحاول أكون أفضل نسخة مني. بس الساعة تقريبا 4 الفجر خدت الشنطتين بتوعي وركبت ورحت على الموقع اللي هناك. طبعا كالعاده احنا في مصر مفيش حد عارف اي حاجه وكل الناس بتوجب وكل الناس جدعان، فاروح ازاي اعمل حاجه العاصمه؟ قال لي اركب معرفش من هنا ومن هنا اركب هنا ومن هنا اركب هنا. فرحت مشيت ورا الراجل ده، طلع في الاخر الطريق غلط ورحت معرفش من طريق تاني، قصه كده حزينه. المهم ان انا وصلت وخلاص بعد 3 ساعات ولا بعد 4 ساعات الحمد لله وصلت. رحت قعدت مع المهندسين اللي هناك، ناس الصراحه في قمه الادب والاحترام والاخلاق، وناس في قمه الجدعنه. بس المهندس اللي كان معانا اللي كان بيشرح لنا المشروع ماشي ازاي وهنعمل ايه وايه وظيفتنا وايه اهميتنا وكده، وهو بيشرح كان ماسك الورقه وقلم وقاعد بيرسم وبيخطط بقى، وازاي الفاير الارم بيتربط بالسيستم، وازاي تربط ده مع ده، وازاي ده هيسمع في السويتش وازاي ده هيعمل انذار، وكاميرات المراقبه ازاي بتتوزع والكود المصري، ومعرفش كل 5 متر لازم يكون في فاير الارم بشكل معين، وكل 20 متر معرفش ايه، وكاميرات المراقبه لازم يكون الفرق بين الكاميرا والتانيه تقريبا 7 ولا 8 متر، حاجات كده. فانا من جوايا حسيت ان انا مش انا بسمع كلام مش بتاعي وقاعد في مكان مش بتاعي، وحاسس ان انا
مش انا مش مظبوط، الدنيا مش احسن حاجه. نسيت اقول لكم في نص الكلام ان احنا كنا متفقين ان انا عشان كنت مغترب مش من القاهره، يعني كنا متفقين ان في سكن او شقه هنقعد فيها تبع الشركه. الشقه دي كانت فين؟ كان في بدر. الفرق كان بين العاصمه الاداريه وبين بدر تقريبا حوالي نص ساعه مثلا او ساعه الا ربع. اليوم ده خلصنا شغل الساعه 4 العصر، فالمفروض نروح. انا بقى ايه، جاي بسفر وشايل شنطتين معايا ولا عامل حساب في اكل ولا عامل حساب في اي حاجه، فقلت بقى خلاص نص ساعه وهروح. معرفش حصل ايه في الطريق، الطريق وقف بتاع ساعتين. روحت الساعه 6 ونص ولا الساعه 7 بالليل حاجه كده. فبدخل بقى حاطط في دماغي بقى ان ايه، هلاقي بقى ان شاء الله كده فندق لذيذ او قاعده بقى كده جامده او شقه كويسه او فيلا كويسه، الواحد بقى يقعد فيها بقى ويستريح بقى ويجيب اكل ويظبط الدنيا ويبتدي بقى يشوف الدنيا فيها ايه، بقى يشوف هيعمل ايه بقى في اليوم اللي بعده، ويشوف هيسيستم نفسه ازاي وكده. رحت للاسف لقيت المكان يعني اقذر من القذاره. عايز اقول لكم الدور الاول، الشقه يعني كان في شقه من الشقتين اللي هم وانت داخل الطرقه بتاعه العماره دي كانت عباره عن مقلب زباله مفتوح. يعني هي الشقه كلها كانت مفتوحه، كانت كلها زباله، كلها زباله بلا استثناء. ده غير ان الشقه كلها يعني ايه، يعيش فيها كتاكيت. عارف السنافر؟ يعني على قد السنافر، اللي هو يا دوبك السرير في قلب الباب بتاع الاوضه بتاعتك، فوانت داخل يا اما تيجي بزاويه كده علشان تفتح الباب، يا اما تعمل اي حاجه، او اللي قاعد جوه يشد السرير عليه شويه عشان تعرف تفتح الباب. كانت قصه كده حزينه مالهاش اي لازمه يعني. بصراحه قعدت افكر كتير مع نفسي واخد ودي، وكلمت نفسي كتير قوي، وقلت لنفسي لا مش هينفع الوضع اللي احنا فيه ده. انت يا عمر بتقل من نفسك، وانت يا عمر قاعد في مكان مش بتاعك، وانت يا عمر كنت حاطط لنفسك هدف او كنت حاطط لنفسك طريق وانت بتحيد عنه. طب بتحيد عنه ليه؟ اكيد ربنا ليه سبب، وانا اتعلمت حاجات الصراحه من الموقف ده. يمكن اهمها ان انا ما تنازلش ابدا عن اي حاجه انا حاططها لنفسي. فلو انا حاطط لنفسي ان انا هشتغل في حته معينه او هشتغل بحاجه معينه او هشتغل بطريقه معينه، انا مش هنزل ابدا مهما حصل. ودي اتعلمتها بالمر شويه زي ما احنا كده سمعنا وشوفنا. الحاجة التانية ان الواحد لازم يسأل كويس قوي قبل ما يروح. انا بصراحة كنت مفترض حسن النية، وكنت مفترض ان الدنيا جميلة ومفيش مشاكل في اي حاجة، وان كنت مفترض ان الشركة كويسة، ولكن الواحد بيغلط علشان يتعلم. فمن مكاني هذا يا صديقي عايز اقول لك ان انا كنت زيك في يوم من الايام، اشتغلت شغلانات غريبة عني، في حاجات كتير قوي انا لو حكيتها لكم مش هنخلص. ولكن الواحد بيشوف الصراحة حاجات كتير قوي بتخليه غصب عنه يرجع كده بظهره يقول لنفسه يا الحمد لله ان انا في المكان ده وبعمل الحاجه دي وبشتغل الشغل ده وعايش الحياه دي، الحمد لله يعني على كل شيء. ولسه الواحد ما وصلش برضو اللي هو عايزه، لسه ياما هنعمل وياما هنروح وياما هنشوف. ولكن بحس دايما ان ربنا بيحطك في مواقف اكبر منك او مواقف اصعب منك او مواقف مختلفه عنك، علشان يفتح في عقلك حته المرونه، وحته انك يبقى عندك قابليه للتغيير، وعندك قابليه انك ما تبقاش سريع الحكم على الناس، على اللي قدامك، ان الناس دي كويسه او الحياه دي كويسه او انا هحب الشغلانه دي او انا هتاقلم على الشغلانه دي او انا وهكذا. بالمناسبه انا مشيت يعني اليوم ده، انا طلعت من بيتنا الساعه 4 الفجر، انا رجعت بيتنا الساعه 4 الفجر، وتاني يوم رحت خدت ورقي من الشركه وعفى الله عما سلف والحمد لله لحد كده وكفايه الحمد لله. فبس يا صديقي، المغزى بس من الموضوع انا مش عايز اضيع لك وقتك والله، انا بس جاي افكرك بانك يعني ما تتنازلش يا صاحبي، اوعى تتنازل. هو كده كده هتجيلك، بس انت اتعب واسعى في الحاجه اللي انت عايزها، وكده كده ربنا هيرزقها لك والله. بس ما توقفش ما توقفش. بس لحد هنا وكفايه. ما تنساش تصلي على النبي. اشوفك على خير. سلام.